في محاضرة تحقيق، المتهم هنا مش هو اللي بيغلط ولا اللي بيقع. أكتر متهم هنا هو اللي فاهم كل حاجة وما بيعملش ولا حاجة، اللي قرأ واللي سمع واللي اتفرج، وبعد كل ده واقف مكانه ما بيتحركش. محضر نفسي رقم 3: المتهم، الإنسان والتهمة، الشلل رغم الوعي. اديني ودنك وركز معايا. تنزل تحت تشترك لو لسه ما اشتركتش، وتفعل زر الجرس لو لسه ما فعلتوش. يعني انا سايب بقى الكومنت واللايك دي بتاعتك انتوا عارفين بقى الشتا بقى وعمايل الشتا فينا. والإنسان اللي مش بيتحرك مش دايما كسول، أحيانا هو عقله بس اشتغل أكتر من اللازم لحد ما عطل الجسم. علم النفس بيسمي الحالة دي Analysis Paralysis، شلل ناتج عن كثرة التحليل. بس هنا بقى السؤال الأخطر: هو ليه العقل يعمل في صاحبه كده؟ لأن العقل لما ربنا خلقه، خلق فيه نظام مسيطر عليك بيشتغل بدون أي أوامر منك، وهو نظام الحماية. وكل ما تزود التفكير بيزيد التحذير، وبيقل الإقدام، ويتحول الأمان إلى سجن. في مدرسة التحليل النفسي بقى كان السؤال اللي دايما بيتكرر: هو الإنسان بيخاف من الفشل؟ بس الإجابة الصادمة هنا كانت إن الإنسان بيخاف من التغيير حتى لو كان ده الأفضل. وده عشان العقل بيشوف إن أي خطوة جديدة بتساوي موت النسخة القديمة، والنفس بطبعها بتكره الموت حتى ولو كان اسم رمز بيطلق على أي شيء. عشان كده لما حد بنقول له يا عم أنا خلاص ده أنا هموت قريب، يقولك يا عم بعد الشر، مع إن ده حقيقة. فعقلك هنا يبدأ يقولك خليك زي ما أنت، ما تتحركش. التفكير أأمن من الفعل. ماركوس أوريليوس كان بيقول أننا نحن نعاني في الخيال أكثر مما نعاني في الواقع. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إن التفكير الزائد بيضخم الألم، وبيخلق سيناريوهات لم تحدث، وبيحاسبك على المستقبل اللي لسه مجاش. والفلاسفة الرواقيين كانوا فاهمين حاجة خطيرة، هو إن القلق مش في الحدث نفسه، القلق هنا في تفسيرك للحدث. طيب بالراحة بقى كده، وعايزك تتخيل معايا إنك كل يوم مطلوب منك بس حاجة واحدة، وهي إنك تعيش في الحاضر والآن بس. مش عايزك تحلل، تعمل أي حاجة غير إنك تبقى حاضر ذهنيا دلوقتي. وصلى الله عليه وسلم كان بيقول: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز. ولا تعجز هنا مش معناها انك متقعش، لا انت هتقع، معناها انك متقفش. وفي الدين الحركة عبادة، والسكون الطويل احيانا بيبقى هروب متخفي في شكل حكمة. التفكير الزائد احيانا ما بيبقاش علامة الذكاء، دي علامة خوف لبس قناع العقل. وليس كل ساكن حكيم، إنما بعضهم خائف.